فتحت باب الشقة لقيت الكرتونة ديت محطوطة قدام باب الشقة. مش عارفة مين اللي حط الكرتونة دي وما لقيتش حد عشان اسأله يا ترى الكرتونة ديت فيها ايه. فانا قلت بقى خلاص اصور الفيديو ده ونفتح الكرتونة ديت مع بعض. واشوف الكرتونة ديت فيها ايه بالظبط، وهنزل بقى اسأل الجيران اشوف يعني مين اللي حطها ولا ايه بالظبط. كملوا بقى معايا الفيديو للاخر. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح المسمين على احلى متابعين. ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها سعاده. صلوا بينا بقى على النبي، صلوا على النبي يا جماعه. النهارده بقى بعد ما خلصت بقى كده كنسل الشقه. الباب خبط بصراحه، فطلعت افتح ما لقيتش حد، بس لقيت الكرتونه ديت محطوطه قدام باب الشقه. الكرتونه ديت فيها ايه؟ بس هي الكرتونه بصراحه يعني الكرتونه شكلها يعني تقيله، بس انا بصراحه مش عارفه فيها ايه. هجيبها بقى كده نفتحها كده انا وانتوا كده مع بعض عشان نشوف هي فيها ايه. يا ترى بقى فيها ايه؟ ياك ما تطلعش بس فيها حاجة كده ولا كده ولا ربنا يسترها. لان الواحد بيخاف من الحاجات دي اللي ما بيبقاش يعني شاريها او طالبها او كده. فنشوف بقى نفتحها بقى كده مع بعض ونشوف هي فيها ايه. لو انتوا بقى بتشوفوا قناتي لأول مرة، انا سمسمة ودي قناتي يومية بسيطة مع سمسمة. انزلوا تحت اعملوا اشتراك للقناة، فعلوا جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا اشعار بأي فيديو جديد انا بنزله. وتعالوا بقى نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي. نفتح بقى الكرتونة ديت كده عشان نشوف هي فيها ايه. تتوقعوا يعني الكرتونة فيها ايه؟ انا بصراحة بتوقع ان الكرتونة تكون مثلا آه بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح بقى الكرتونة دي فيها مواد غذائية. بصوا يا حبايبي. ديت هي تنشوف كده ادي اول حاجة دي ازازة زيت. في هنا هما 3 ازاز زيت موجودين. والله انا صدقنا ما كان التموين خلصان وما كانش عندي زيت خالص. الحمد لله رزقي ربنا بعتولي لحد باب البيت. وسبحان الله الواحد بس يقول يا رب وربنا بيفرجها من عنده. دول التلات اكياس هما مكرونة اللي هما السباكيتي. ودوت اللهم صل على النبي برضو رز يعني مش بس مش اللي هو اللي في الاكياس اللي هو بيبقى كيلو ده. ده رز كده زي ما انتوا شايفين كده متعبي في كيس في كيس ابيض يعني، بس شكله يعني اكتر من الكيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى في ايه تاني في الكرتونة دي المكرونة دي من اللي هي الصغيرة. 1 2 3 4 اكياس هما المكرونة اللي هي الصغيرة ديت. ودي لا دي مش مكرونة صغيرة. كمان 4 اكياس مكرونة همت وواحد، ودي كمان 2 اهوت كيسين مكرونة من اللي هي الاقلام بتاع البشاميل. يا رب يفرح كل من كان، يا رب يفرح ويرزق اللي ربنا اكرمه كده ورزقني بالحاجات ديت. وادي كمان 2 كيلو بقى كمان همت من السكر. الحمد لله يا رب، الحمد لله. والله يا جماعة الواحد اما انا بكون محتاجة حاجة او معيش فلوس او حاجة، وبس برفع ايدي بس كده للسما وادعو اقول يا رب او انا ساجدة في الصلاة. والله والله ربنا بيبعتلي اللي انا عايزاه لحد باب البيت. دي كمان هي لوبيا. وبس ربنا بيكرمني الحمد لله وبيبعتلي اللي انا عايزاه من غير ما اقول. وده كمان الكيس دوت فيه حلبة اهوت. مش عارفة بقى فاضل ايه تاني. وده تقريبا مش عارفة ده ايه، بس شكله ده فيجيتار. ده شكله فيجيتار او بقسماط حاجة كده يعني. وفاضل بقى بيتهيألي ان ده اخر كيس. اللهم صل على النبي. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده مش عارفة ده ايه بصراحة، دي ايه؟ مش عارفة دي ايه بقى. هي ممكن تكون بقسماط او الفيجيتار. وده برضو ممكن يكون حاجات اللي هي بتاعة البانيه اللي هي اللهم صل على النبي الكريسبيات والمقرمشات والحاجات دي بتحط بينا على البانيه. يعني ده احنا جبنا بقى جالنا البقسماط والفيجيتار، فاضل بقى صدور الفراخ ربنا يعيننا بقى ونشتريه. كرتونة يعني مفيهاش اي لحوم ولا حاجة، بس الحمد لله. الحمد لله يعني الحاجات دي كلها ممكن تمشي الواحد فترة كبيرة برضه. وربنا يا رب يرزق كل واحد. انا على فكرة برضه نزلت سألت الجيران. كملوا معايا الفيديو يا جماعة الاخر عشان تشوفوا وتعرفوا من الكرتونة ديت وصلت لي ازاي. انا نزلت سألت الجيران. قالوا ان كان في واحدة معاها الكراتين ديت بتوزعها يعني هنا في المنطقة. فبتسألني يعني مفيش هنا واحد ناس هنا ستات يعني هنا مطلقين او
او يعني معاهم ايتام او ارامل او كده، فقالوا لها سمسمة معاها بنتين ايتام. فبصراحة جابت لي الكرتونة ديت يعني، بس ما انا مشوفتهاش بصراحة خالص يعني، ما شوفتهاش. فربنا يكرمها يا رب ويرزقها من اوسع ابوابه، ويرزقها بالحلال يا رب من اوسع ابوابه. يا رب يا رب العالمين. اي حد بيساعد الناس، اي حد بيعمل خير، والله العظيم انا لو كان في مقدرتي ان الواحد يطلع حاجات زي كده انا اطلع، مفيش مشكلة خالص. لان كل الحاجات ديت بتبقى يعني بتبقى يعني ثواب كبير جدا وحاجة كويسة في الآخرة وكده، ويا رب يرزقها كمان وكمان. هلم بقى خلاص كل الحاجات ديت بقى، وده احنا شوفنا ال الكرتونة بقى فيها ايه. والحمد لله يا رب، الحمد لله، طول ما ربنا موجود الحمد لله. انا بصراحة يا حبايبي انا ما كنتش هعمل الفيديو ده، بس انا قلت يعني ايه المانع ان انا يعني اشارك معاكم حاجة زي ديت او فيديو زي ده. وكمان بشكر كل الناس وكل اخ واخت موجودين معايا على القناة، اللي وصلوا القناة ل3000 مشترك. بشكرهم برضو جدا جدا جدا. ان شاء الله القناة مش هتكبر الا بيكم انتم، وحطوا لايكات كتير للفيديو ده عشان الكل برضو يستفيد او كده، عشان كمان اي حد في مقدرته انه يعمل حاجة خير زي ديت يعملها، ما يترددش يا جماعة. لان برضو ما انتوش عارفين ايه الحاجة اللي زي دي بتيجي بتساعد، بيكون فعلا الواحد محتاجها، ومفيش امكانية مثلا ان هو يشتريها ولا يجيبها. فدي حاجة بتفرق برضو جدا جدا جدا. وبشكر برضو السيدة الفاضلة اللي وزعت برضو هنا الكراتين ديت على المنطقة وعلى الناس اللي محتاجاها فعلا. في ناس كتير بتبقى محتاجة حاجة زي كده، في ناس كتير بيبقى معهاش تجيب ازازة زيت، في ناس كتير معهاش تجيب حتى كيلو سكر. فربنا يكرمهم يا رب كل اللي بيعملوا خير. والحمد لله يا رب، احمدك يا رب واشكر فضلك، عمري ما طلبت منك حاجة يا رب وخذلتني. دايما يا رب بتبعتها لي من عندك. انت المعين يا رب وانت الرزاق، ويا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم. واي حد يا جماعة في مقدرته ان هو يعمل خير يعمله ما يترددش. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.